النصر يواصل الانتصارات ويطارد الاتحاد على قمة الدوري السعودي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين، أهلا ومرحبا بكم. وصل الفريق الأول لكرة القدم النصر السعودي في تحقيق الانتصارات بعد أن قاد البرتغالي كريستيانو رونالدو النصر لفوزا ثمينا على الشباب في المباراة التي جمعت الفريقين في واحدة من قمة الدوري السعودي، دوري روشن لكرة القدم في الموسم الحالي، حيث شهدت مباراة النصر والشباب منافسة كبيرة وقوية بين لاعبي الفريقين على أرضية الملعب، في ظل رغبة كل منهما في تحقيق الفوز بالمباراة على حساب الآخر من أجل التقدم في جدول الترتيب والحفاظ على حظوظ أي منهما في الفوز بلقب الدوري السعودي هذا الموسم. حيث تقدم الشباب مبكرا في المباراة على حساب النصر عن طريق اللاعب كريستيان جوانكا في الدقيقة 25 الذي استطاع أن يسجل الهدف الأول وسط حماس كبير من قبل اللاعبين، بجانب الحضور الجماهيري المميز الذي أشعل المدرجات في ظل مؤازرة كبيرة من قبل جماهير الفريقين. ونجح اللاعب كريستيان جوانكا من تسجيل الهدف الأول لفريق الشباب ليصعب من مهمة النصر من أجل العودة للمباراة. وسط اندفاع هجومي استطاع فريق الشباب في إضافة الهدف الثاني في الدقيقة 40 من زمن المباراة عن طريق نفس اللاعب كريستيان جوانكا ليصعب من مهمة النصر في المباراة. إلا أن تاليسكا اللاعب البرازيلي مهاجم هداف الفريق كان له رأي آخر، ليعود بعدها بأربع دقائق فقط من العودة ليعيد فريقه للمباراة ويسجل الهدف الأول للنصر في مرمى الشباب. ويأتي الدور على عبد الله الخبيري في الدقيقة 51 ليعيد النصر للمباراة بهدف التعادل في شباك الشباب عند الدقيقة 51 وسط اشتعال حماس اللاعبين على أرضية الملعب والجماهير في المدرجات، قبل أن يتمكن البرتغالي كريستيانو رونالدو من تسجيل هدف الفوز والهدف الثالث للنصر السعودي في مرمى الشباب، ليحصد النصر 3 نقاط مهمة في مشواره نحو المنافسة على لقب الدوري السعودي هذا الموسم. بهذا الفوز يرفع النصر رصيده إلى 63 نقطة يحتل بها المركز الثاني خلف الاتحاد صاحب المركز الأول، لتستمر المطاردة بين الفريقين على قمة جدول ترتيب الدوري، بينما تجمد رصيد الشباب عند النقطة 53 يقع بها عند المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري السعودي بفارق الأهداف عن فريق الهلال صاحب المركز الرابع وحامل اللقب هذا الموسم. أعزائي المشاهدين، لا تنسوا دعمنا باللايك والشير والاشتراك في القناة، كما يمكنكم متابعة كافة الأخبار الرياضية والحصرية في اللينك الموجود في الوصف الخاص بالفيديو عبر موقع النيوز، ويمكنكم متابعة أهداف مباراة النصر والشباب في نفس اللينك، ونرحب بآرائكم وتعليقاتكم. أعزائي المشاهدين، شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.